النهارده بقى هعمل لكم اكله جميله جدا، تعالوا شوفوها معايا. والاكله دي في ناس بتعملها بطريقتي وفي ناس بتعملها بالزبادي، بس النهارده انا هعمل لكم الطريقه دي. اكيد في ناس برضو ما يعرفوهاش، والطريقه دي من ايام بصراحه جدتي امي توارثتها منها، وانا اتعلمتها بالطريقه دي بس في منتهى الجمال. كل اللي علينا ان احنا بنجيب حوالي كوبايتين 3 من الشوربه، بس يكون شوربه دسمه عشان بصراحه هي اللي بتديها طعم حلو قوي. بتغليها على النار وتحطي، او ممكن ما تغليهاش بس بتنزلي بكوبايه الا ربع من الرز، والكميه دي هتكفي طبقين. وبتقلبيه كده كويس جدا وبتسيبيه بقى. بصي مغطيه الرز ازاي، وبتغطيها وتهدي عليها عشان عايزه الرز يستوي، بس تتابعيه من الوقت للتاني علشان طبعا الرز ما يعجنش او يلزق في الحله بتاعتك. زي ما انتم شايفين بصوا لسه الشوربه فيها، برضو بتوطي عليها لغايه لما تمسكي الرزايه وبتلاقيها خلاص دخلت في السوا. بعد كده في الوقت ده اول ما تحسي بصي الكميه بتاعت الشوربه قلت وخلاص الرز دخل في السوا، هنزل بقى بكوبايه كبيره من اللبن كامل الدسم. وطبعا خلي بالكم لو احتاجت برضو تدوها بق في بق كده لغايه لما شويه بشويه، بق في دي شويه بشويه لغايه لما الرز تحس ان عامله زي الرز ابو لبن. خلاص بقى شرب كل اللبن كمان. بص انا حسيت انها محتاجه شويه تاني، ورحت حاطه حبه كمان. كويس قوي كده. في الوقت دوت بقى خلاص انا عشان هوطي عليها اخر حاجة علشان تشرب الكمية بتاعة اللبن، حطيت فلفل اسمر وحطيت نص مكعب من مرقة الدجاج علشان تديها طعم اكتر، لان حسيت ان الشوربة برضو مش دسمة قوي. وممكن تستكفي كده، ما تحطيش بقى ملح لان برضو مرقه الدجاج بتبقى مالحه، وكمان الشوربه بتاعتك بتبقى مالحه. خلاص الرز استوى وزي ما انتم شايفين بصوا خلاص اللبن يعني اختفى شويه كده من على الوش وقل. هبتدي اجيب نص كوبايه لبن واحط بقى معلقه من الدقيق، مش النشا. الدقيق بيدي طعم حلو قوي زي البشاميل كده، مش نشا يا جماعه، الدقيق بيدي طعم احلى. وبتقلبيه كويس جدا في اللبن عشان ما يكلكعش، وبعد كده تنزلي بقى فوق الرز. وبعد كده بتروحي بقى مقلباه كويس جدا جدا لغايه لما يندمجوا مع بعض. بتسيبيه كده على النار يعني حاجه بسيطه وانت موطيه جدا، وتسيبيه بقى كده يهدى على جنب. وبعد كده بقى بنجيب الطاسه فيها زيت وبنعمل بصلايه محترمه كده وبنقطعها قطع صغيره او شرايح اللي هي الجوليان، وبتروحي بقى محمراها في الطاسة بالظبط زي ما انتوا شايفين. خليكم متابعين معايا الطريقة، هي سهلة جدا، وعلى فكرة لو انت عايزاها كمان بالفراخ هتبقى روعة. بعد ما البصلة احمرت مني بصي انا بجيب المصفى وبنزل الزيت في قلب الحلة بتاعت الرز. انا باخد الزيت عشان ادي للرز ليونة ونعومة، عشان وانت بتاكلي ما تحسيش انها مكلكعة. لا بص المنظر، بص بتخليها حتى ناعمة. وبعد كده البصله بقى بنشيلها وبحطها في طبق عشان دي اللي هرشها على الوش. وزي ما قلت لكم ممكن وانتوا بتسووا الرز في الشوربه ممكن تقطعوا مكعبات من الفراخ المسلوقه، تديها برضو طعم. والنهارده دي اكلتنا اكله الكشك. الكشك دي بالطريقه بتاعتنا دي، غير الكشك اللي هي اللي هو بالزبادي. بس يا رب يكون عجبك، بس والله فعلا طعمها في منتهى الجمال. عشان كده دايما خلي فيه شوربة في الفريزر عندك للأكلات زي دي. مش لازم يبقى كل يوم لحمة أو فراخ، ممكن أكلة زي دي أو ممكن كيس ملوخية عندك جنبه، يبقى كده غدوة جميلة ومحترمة وحلوة ومشبعة وهتعجبك جدا. جربيها وأنا واثقة هتعجبك. ويا ريت يكون عجبك الفيديو النهاردة بأكلتي النهاردة، ولو عجبك ما تنسيش في لايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.